طيب بعد ما كسر الدنيا بفروعه في طنطا والمحله، دلوقتي ملك المشاوي وباشا الكباب بقى موجود في الرحاب. حاسب يا عم افندينا وصل. وللي فيكم ما يعرفش كباب باشا، فده واحد من احلى الاماكن اللي بتعمل سندوتشات برجر ومشويات. حبيت اطلب اشهر سندوتشات عندهم في المنيو بتاعهم، وبدات اول حاجه بالبرجر. جبت ساندوتش كاوبوي وتشيرت باربيكيو، وبصراحه الاتنين دول كانوا احلى من بعض. العيش بتاع الساندوتش اصلا طري وجميل قوي، ده غير ان البرجر نفسه طعمه حلو واللحمه جوسي كده وكان طعمها خطير. حبيت افصل بقى بعد البرجر بتشيلي بيف فرايز من بتاعتهم، ودي بيبقى فرايز عليها بيف وصوص تشيلي سبايسي. اقل حاجه تتقال عليها انها خطيره والله. اهم حاجه بس لازم تتاكل وهي سخنه عشان تتمزجوا بيها صح. كل اللي فات ده بقى كوم، وسندوتشات الملفوف بتاعتهم دي كوم تاني خالص، دي اللي انا اصلا رايح عشانها مخصوص. وهي تقريبا معموله بنفس فكره سندوتشات المشاوي التركي اللي بتبقى واخده من جوه صلصه وخضار مع البروتين وكراست خفيف كده من بره. بدات الاول بالطرب والستيك، ودول بجد طعمهم مش طبيعي، وبالذات الطرب. طعم العيش ورشه البصل بالسماق حاجه كده عظمه العظمه. كمان عجبني قوي الشيش لان التتبيله بتاعته لايقه قوي على العيش، وصوص الرانش كمان كان معلي الطعم قوي. وختمتها في الاخر بواحد فراخ تندوري، وده اصلا السيجنتشر ساندوتش بتاع المكان. طعمه كان حلو قوي بس سبايسي قوي قوي قوي. وفي المجمل بصراحه شايف ان المكان ده يستاهل فعلا كل الضجه والقلق اللي كانوا معمولين عليه، ويستاهل كمان انكم تجربوه. دي كانت تجربتي من فرعهم اللي في الرحاب، واستنوا في الفيديوهات اللي جايه اماكن حلوه تانية كتير.